بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم والله أكرم على طاعات الأجر. أشكر صديقي أبو مطر على الفكرة اللي هو قالها دي، وأوعي كل الناس، أوعي كل الشباب، أوعي كل أولياء الأمور، أوعي الأمهات، الناس. ابدأوا يا جماعة، كل واحد بالله عليكم بالله عليكم بالله عليكم، كل واحد يبدأ يبص لنفسه، كل واحد يبدأ يشوف أنا بعمل إيه صح وبعمل إيه غلط. الغلط أتجنبه تماما وأكون قوي في الحق وأكون حازم وأكون حاسم وأكون شديد مع نفسي، والغلط أنا مش هعمله تاني، والصح أنا هعمله وهنشره. يكون قوي في الحق، يحط إيده في إيد جاره في الحق، يحط إيده في إيد صديقه، يحط إيده في إيد الزوج في إيد زوجته والزوجة في إيد زوجته. نحترم بعض، نقدر بعض، يبقى عندنا حاجة اسمها قدسيات. قدسيات يعني إيه؟ الزوج له قدسية، الزوجة لها قدسية، الأولاد لهم قدسية، الله عز وجل في المقام الأول له قدسية، القرآن له قدسية، إخواننا الأحباط الإنجيل عندكم له قدسية، الكنيسة لها قدسية، التعامل مع الآخر له قدسية، الاحترام. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. تخيلوا مصر، تخيلوا يعني بكر السبع ومصر وفيها مكارم الأخلاق، فيها احترام للشاطر، فيها احترام للآخر، فيها كل واحد بيتكلم في تخصصه فقط، وتدخلها في ما لا يعنيه سمع ما لا يعنيه. التوعية يا شباب مهمة جدا 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 في كل شيء. أوصيكم بكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوصيكم بالتعلم. أول آية نزلت في القرآن الكريم: اقرأ. أوصيكم بالقراءة. اقرأ القرآن، اقرأ أبيات شعر، اقرأ مجلة، اقرأ كتاب، اقرأ قصيدة، اقرأ قصة. قم ست البيت، اقرأي لأطفالك، علميهم قصص الأنبياء. اقرأوا يا جماعة بالله عليكم. احنا شعب للأسف متأخر، لأن نسبة العلم عندنا قليلة جدا جدا جدا. ومش عاوز أقول العكس بتاعها، اللي هو نسبة الجهل عامل إزاي. الجهل مش معناه القراية والكتابة، الجهل معناه الجهل بالشيء. ثقافوا نفسكم، اقروا، اتعلموا. بإذن واحد أحد أنا واثق إن احنا في ظرف شهور هنكون أفضل أمة على مستوى العالم كله. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.